السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنعمل معاكم الحواوشي الاسكندراني بطريقة سهلة وبسيطة جدا، حاجة جميلة، حاجة تحفة. زي ما انتم شايفين معانا أهو، من فوق ومن ورا ومن قدام أهو، حاجة بسم الله ما شاء الله. أهو عملنا من كيلو إلا ربع دقيق، من كيلو دقيق بالظبط عملنا 2 4 6 8 10 12 14 رغيف حواوشي يكفوا 5 أفراد. حاجه بسم الله ما شاء الله. عملنا الجرجير وعملنا بطاطس الويدز اهيت في الفرن اهي. حاجه بسم الله ما شاء الله، بطريقه سهله وبسيطه جدا وما بتستهلكش زيت معاكي. طبعا عايزين تعرفوا الكلام ده كله الشيف ابراهيم حسن عمله ازاي، يا ريت تتابعونا على القناه وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نعجن معاكم عجينه الحواوشي الاسكندراني. اول حاجه هنجيب كيلو دقيق زي كده اهوت، وعندنا كيس خميره. هي دي المقادير بتاعتنا اللي هنحطها على العجينه. فضينا كيس الخميره، هنحط معلقه سكر او معلقتين اهم صغيرين، واحد اتنين، وهنحط معلقه ملح، كده معلقه ملح، معلقتين سكر. وهنبدا نقلب المقادير اللي احنا حطيناها دي الاول اهوت. في شويه لبن رايب، لو في عندك لبن رايب في البيت مفيش مشكله خالص. لو ما عندكيش لبن ممكن نستغنى عنه ونحط كوبايه زبادي. لو مفيش الاتنين ممكن نحط معلقتين لبن بودره. يعني بكذا طريقه العجينه بتتعجن معانا. احنا كده هنحط شويه اللبن اللي هم الرايب دول هم، ونبدا نقلب العجينه زي ما انتم شايفين كده اهي. وعندنا ميه مدفينها اهو. عايزه هنضيف برضو زيت. في ناس بتحط زيت عادي، وفي ناس بتحط زيت ذره، وفي ناس بتحط زيت زيتون. يعني في كلا الحالات الزيت مفيش منه مشكله خالص اهو. هي دي العجينه بتاعت الحواوشي الاسكندراني. احنا كده حطينا المقادير بتاعتنا، حطينا شويه ميه كده. هنضيف الميه بتاعتنا تدريجيا اهو. كده احنا حطينا شويه وهنبدا نعجن اهو. مرتاح اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. حاجه بسم الله ما شاء الله. هي زي ما انتم شايفين العجينه عملت ازاي. احنا ضفنا 3 معالق زيت بعد المقادير اللي انتم شفتوها قدامكم، والميه اللي نزلنا بيها تدريجيا اه. هنسيبها بقى تريح ونعمل معاكم الحشوه اللي هي اللحمه ازاي هنتبلها، والمقادير بتاعتنا هنحطها معاكم خطوه بخطوه. زي ما انتم شايفين معانا هي دي اللحمه بتاعتنا. حاطين عليها شويه سمين اهوت. وهنبدا ننزل بالبصل والفلفل اهو زي ما انتم شايفين كده. حطينا البصل والفلفل والطماطم. طبعا لو في كبه ممكن نشتغل على الكبه، ولو مفيش كبه ممكن نقطعهم على ايدينا. لو مش عارفين نقطعهم على ايدينا ممكن نبشرهم. هنيجي بقى للتوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا فلفل اسود، اهم حاجه في التوابل هو الفلفل الاسود اهو. نحط سنه كمون اهو. كده حطينا الكمون وحطينا الفلفل الاسود. نجيب عايزين شويه بهارات مشكله، سنه حبهان تظبط معانا الاداء شويه اهو. كده حطينا حبهان
كده حطينا بهارات المشكله، حطينا ملح، حطينا فلفل اسود، حطينا جوز الطيب. خلاص كده اللحمه بتاعتنا بقت جاهزه. هنبدا بقى نقلب اللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده اهو. احنا كده عملنا العجينه وبنعجن اللحم اهو. وبكده بنكور اللحمه بتاعتنا زي ما انت عايز اهوت. بعد ما تبلناها، خلي بالكم احنا نسينا نحط ملح، فاحنا حطينا الملح اهو. هنعمل كور زي ما احنا عايزين، المقاس اللي احنا محتاجينه او الحجم اللي احنا محتاجينه اهو. وهنشوف العجينه بتاعتنا 4 6 8 10 12. هنبدأ دلوقتي نجيب العجينة بتاعتنا ونشوف وضعها ايه. زي ما انتم شايفين كده هنقطعها كور صغيرة اهي اهو. هتمسكي كده اهو 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 كده. عملنا كام واحدة اهو. زي ما انتم شايفين معانا كده يا جماعة اهو. وكده قطعناهم. هنسيبهم ونغطيهم عشان وشهم ما ينشفش معانا اهو. كده زي ما انتم شايفين يا جماعه، احنا دلوقتي عجلنا واحده اهيت. هناخد التانيه اهو اهو. ناخد سن الدقيق كده عشان ايه العجين بتاعنا ما يعملش مننا. والمردانه بتاعتنا اهو. نفرد اهو. زي ما انتم شايفين كده اهي. ناخدها تفردي معاكي. طبعا دي الصغيره هناخدها من فوق اهي، ونجيب الكبيره اللي احنا فردناها دي من تحت اهي عشان تحط اللحمه بتاعتك. طبعا بالمعلقه اهي. نبدا نفرد زي كده اهو. الكميه المناسبه معاكي في العجينه بتاعتك اهي. انا شايف كده ان الكميه ايه كويسه عشان نقدر نقفل اهو. زي ما انتم شايفين هنبدأ نقفل العجينة بتاعتنا اهو. ناخد كده ونتكة بصباعنا، ناخد كده ونتكة بصباعنا اهو اهو اهو. شغلانة سهلة وبسيطة، وحاجة انت عاملاها في البيت واثقة منها اهو اهو اهو. طبعا هنجيب بقى الشوكة بتاعتنا الجميلة اهو. نبدأ نخرم زي كده. وعندنا فرشة هنعوصها زيت. عايزة بقى تحط سمسم، تحط حبة البركة اهو. احنا عاملين واحد قبل كده اهوت اهو.
الصينية دي هتبقى صغيرة. واحدة تانية اهي برضو قدامكم. احنا فردنا العجينتين، هنحط واحدة من فوق وواحدة من تحت اهو. ونبدأ نقفل اهو اهو، ونضغط. ما تقوليش ده هي صغيرة ومش عارف ايه، لا، هي انت لما تيجي تحطها في الصينية وتيجي تشيليها هتكبر معاكي اهو اهو. ان شاء الله زي ما انتم شايفين، وهي دي النتيجه بتاعتنا في الاخر زي ما انتم شايفين. هو ده الحواوشي الاسكندراني بتاعنا يا جماعه، حاجه بسم الله ما شاء الله. هو ده الغدا بتاعنا النهارده اهو. زي ما انتم شايفين عملنا طحينه، عملنا جرجير، عملنا بطاطس سويتس. طبعا في نهايه الفيديو يا جماعه بنقول لكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع الشيف ابراهيم حسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في لقاء اخر ان شاء الله.